موجود، والفساد ليس نتاج حكم مبارك بل من موروثات السادات. موروثات السادات؟ ايوه يا نهار ابيض. عقب الانفتاح الاقتصادي. الرئيس مبارك ولسه عايش معانا الفساد. لا هو على فكره الرئيس مبارك ظلم لانه خد الدوله تبوأ الحكم في ظل النظام في عقب احداث داميه وصراع دامي ما بين الدوله وما بين الجماعات المتشدده. استمر الصراع ده حتى اخر عمليه كانت قويه وهي عمليه الاقصر. لو تفتكر كانت 98 على ما اعتقد. 97 لا 98. ماشي. 17 سنه. كان انا لو مكانه او انت مكانه هيبقى قصادك حلين: الفساد الذي نام وترعرع في عهد الرئيس السابق انور السادات. بس دخل انور السادات دلوقتي. يا سيدي الفاضل ارجع للاصول اللي ملوش اصل ده انت لا ما انا دارس الموضوع من جميع جوانبه. انت لو قعدت مكان الرئيس قصادك حلين: لو بدات بمحاربه الفساد يمتلك المال، بالعكس هيحس بالخطوره فيدعم الجماعات الاسلاميه، ستنهار الدوله المدنيه. يعني احنا عندنا فساد يا استاذ مجدي موجود، بس فساد مش الرئيس مبارك ملوش علاقه بيه. هقول لحضرتك حاجه، الفساد من ايام السادات زي ما حضرتك بتقول. اللي عنده ملف فساد، هل في حد قدم ملف فساد وهذا النظام تستر عليه؟ لا الله اعلم. لا ما هو لما اقول لك انت فاسد لازم اقدم دليل. لما اقدم دليل وما تتحاسبش يبقى هنا الدوله بتساعد وبتؤيد الفساد. الفساد لابد ان يجابه شعبيا. يعني انت شايف ان ان الملفات المفتوحه بتاعت الفساد دلوقتي ان الرئيس مبارك عرف بيها فطلب ان هو يفتحها. طبعا ايوه لا تستر على فساد. ما فيش تستر على فساد. اللي عنده ملف يقدمه. اقول لحضرتك حاجه، انا اتهمت ان ابراهيم كامل ادى لائتلاف 2 مليون جنيه. انا اتحدى اي فرد ان يطلع عندي حساب، اللي هيلاقي حساب واحد بس. ايوه انا ليه حساب بس عند البقال مديونيه. هو الحساب الوحيد اللي بملكه. مدين عندك مديونيه؟ عند البقال حساب نوته. انما قلت 2 مليون. اولا انا لم اتشرف. ما بتصرف لينا يا استاذ مجدي بس 100,000 مش عارف. اقول لحضرتك حاجه. لا اقول لحضرتك حاجه. 15,000 مش عارف. لا انا اقول لحضرتك حاجه. اولا الحمله احنا قلنا كلفت 62,000 جنيه. حاليا وصلنا ل 9,000 عضو في المحافظات، في 14 محافظه. كل محافظه بطلع البوستر مركزي اصممه والمحافظه بتقوم بطباعتها. المحافظه؟ كل محافظه بتقوم بطباعه المحافظه كمحافظه محافظه. لا مش قصدي، خلي بالك بس. لا مش محافظه القاهره عشان لا يعني انت مثلا في يعني انا مسجل في الشرقيه، محافظه الشرقيه ولا الناس اللي هم موجودين. لا اعضاء الائتلاف في المحافظه. اعضاء مش المحافظه. لا اعضاء الائتلاف بيصرفوا من جيبهم بيلموا من بعض. البوستر بيكلف 1000 2000 3000 بيلموا من بعض. يعني اول ما بدات ببوستر امال ال 42,000 جنيه اللي دفعهم الاستاذ احمد. طب ما احنا في البدايه انت مشكل 14 دخلت في 14 محافظه. انت وصلت للنور يا سيدي الفاضل. طب هل تعتقد انه ائتلاف زي دعم واحد زي امين لجنه سياسات نجل الرئيس المرشح القادم لانتخابات الرئاسه، لو اقول لحضرتك لو خليك معايا، هل دي تتوقع كده انها تستمر في هذا الاطار؟ ان ظل الاستاذ احمد المنشاوي هو الداعم المالي، وظل الاستاذ مجدي الدكروري هو الاستاذ هو الداعم السياسي، مجدي الكردي اسف هو الداعم السياسي. هل تعتقد ان دي هي الاليات اللي بينكم وبين بعضكم كده مش هتخرجوا عنها؟ هذه الحركه يعني لو جه رجل اعمال فعلا واداكم فلوس مش هتقبلوها؟ لو جه راجل اعمال هيفرض شروطه احنا اسفين. ما يفرضش شروطه. هذه الحركه وبعدين ما بنقبلش دعم مادي. والله احنا عايزين مثلا 10,000 بوستر. اتفضل. يعني انت مفيش حد يجي يديك فلوس؟ لا مش عايز حد يديك فلوس. لا شاكرين الافضال. احنا شاكرين الافضال. هذه الحركه حركه عفويه، حركه شعبيه خرجت من رحم الجماهير من القرى والنجوع، فستستمر. قول يا استاذ احمد. بعد اذن الاستاذ مجدي هوضح بس النقطه دي. اصل العمل الاداري استاذ مجدي انت عارف حضرتك مخه سياسه. النواحي الاداريه انا مسؤول عنها. تمام. والاستاذ محمود ايه اللي بنعمله؟ حضرتك احنا بدانا بال 42 واللي الاستاذ مجدي بقى عفش وكده جمعنا مع بعضنا بدانا. اما بدانا في المحافظات بدانا نعمل ايه؟ حاجه كويسه. الاستاذ مجدي اللي بقى عفش بيته؟ ايوه.
بقول لحضرتك عملنا ايه حركه اداريه مظبوطه. كل ده عشان مصر، يعني عشان نجنب هذا الوطن ويلات الدخول في صراعات سياسيه قد تؤدي الى حروب. ابيع العفش، ابيع البيت والاهل مجد بيه مقابل الوطن. اللي ده له حبيب ممكن يوم في يوم يلقاه. اللي ده له وطن، فين الوطن يلقاه؟ شوف يا سعاده تقدر تلاقي وطن لما يضيع منك وطن؟ يعني انت في سبيل ان انت تحافظ على البلد اللي هي من وجهه نظرك ممثله في انتخاب جمال مبارك. لا في انتقال السلطه بسلاسه. انتقال في انتقال السلطه بسلاسه. علينا من مبارك لاي حد ولا من مبارك لجمال؟ والله الساحه مفتوحه للجميع، من مبارك لاي حد. الساحه مفتوحه. نحن نريد مباراه ديمقراطيه سليمه يتحدث عنها العالم، مش اكتر. سعاده البيه اهلا بالبلدي ومن ياتي من بعد البلدي. طب خليني اسالك السؤال ده. لو السيد جمال مبارك ما رشحش لخوض انتخابات 2011 رئيس مبارك دلوقتي الحزب الوطني مرشحه، وقال السيد صفوت الشريف اذا كان للرئيس راي اخر، قال الحزب الوطني هيرشح الرئيس مبارك وهو المرشح الرئيسي لينا الا اذا كان الرئيس مبارك له راي اخر. طب لو الرئيس مبارك اترشح ربنا يديله طول العمر وقعد في الحكم 6 سنين الجايين، هيدن الائتلاف ماشي في 6 سنين الجايين دول؟ هيتنوا مش اولا يعني الائتلاف هيهدى امتى؟ هقول نعم. هيهدى امتى الائتلاف؟ الائتلاف سيستمر حتى يتولى، حتى تمر هذه الازمه بسلام. ازمه ايه بقى؟ ازمه ايه؟ احنا في ازمه النهارده دلوقتي. يعني حتى يتولى الرئيس الجديد. الرئيس الجديد يعني 2011، يعني انتوا بعد 2011 بعد 2011 ما هو مش هتبقى في ازمه هنا بقى. ما هو لو مسك رئيس الدوله 2011. هقول لحضرتك حاجه. الرئيس مبارك قد اعطى لهذا الوطن الكثير، محدش ينكر. تمام؟ فعلينا ان نكرمه وعلينا ان نجعله مرجعيه سياسيه ليكون اول رئيس مصري سابق. ايوه له الشرف ان يكون اول رئيس مصري سابق. يعني انت معلش، يعني انت بتطالب ان الرئيس مبارك ما يرشحش نفسه الفتره الجايه؟ يا ريت ويعطي الفرصه لجيل الشباب يحمل الرايه والمشعل. ده يبقى شيء جميل جدا، ويبقى اولا الائتلاف الشعبي هيبقى تجربه فريده مش في الحياه السياسيه المصريه، في الحياه السياسيه العربيه، عندما ياتي الشعب بحاكم لا ان يفرض عليه حاكم. قول يا ريس، عايز تقول ايه؟ كنت عايز اوضح الناحيه الاداريه اللي هي بخصوص التبرع، لان الاستاذ مجدي من الناحيه السياسيه اي سؤال سياسي اساله للاستاذ مجدي. ده راجل زي الفل، ده هو سايب حاجه؟ لا ايوه لا نخش على الكوره دلوقتي. لا السياسه لا. الناحيه الاداريه حضرتك لما بدات المحافظات تزيد وتتوسع عملنا حاجه جميله جدا اسمها قبول التبرع. يعني حضرتك جاي لنا واحد مثلا من محافظه ما عايز والله قال يا جماعه انا حبيت الفكره دي وحبيت الائتلاف، حطوني منسق المحافظه الفلانيه. ماشي؟ قلنا له حضرتك طيب انت حابب فكرتنا وحابب تشتغل معانا؟ طيب اتفضل اكتب لنا. قال انا عايز اعمل بوسترات واحط عليها اسمي، مع الصوره احط عليها اسمي. ده مين بقى؟ اللي هو اللي بيجي يدعم. اللي بيجي يعني واحد يديك مثلا 10000 بوست. لا بنقول له 8000 ليك و2000 مركزي ادعم بيهم الاحياء الفقير. لا اللي جاب لي ده هو بيجي حضرتك بيقول لنا كده، نقول له لو سمحت امسك ورقه وقلم بسيطه اكتب لنا السيد المنسق العام مجدي الكردي منسق الائتلاف مقدم سيادتهم فلان الفلان ارجو قبول تبرعي العيني اللي هو عدد مثلا 10000 بوستر لدعم الائتلاف الشعبي لدعم جمال مبارك. الاستاذ مجدي بيروح موقع عليه، بناخد احنا الطلب اللي هو حضرتك انت مثلا متبرع، بناخد الطلب معانا ونحفظه عندنا ونقول له والله روح المطبعه الفلانيه اطبع ال 10000 بوستر وحط عليهم اسمك، بس احنا اللي نكتب له الصيغه عشان الحمله تبقى موحده. نقول له روح المطبعه الفلانيه اطبع وحاسب الراجل وخد فاتورتك وخد شيل حاجتك والزق شغلك واشتغل مع السلامه. بس انت ما قالوا حكايه هي سيده اجلال سالم معاكم؟ لا هي لا مش معانا، هي بدات الفكره
وبغبائها السياسي برضو كانت هتدمر الفكره في البدايه. انا قلت نبدا واحده واحده. بس هي ايه اللي جابها من الوفد اللي عندكم يا استاذ مجدي؟ يعني هي غاويه شهره لدرجه ان هي دخلت انتخابات دخلت انتخابات الوفد ضد 2 عمالقه. يبقى مش غاويه شهره، غاويه تغير. هقول لحضرتك حاجه، تغيير ايه؟ انا لما اغير لازم يكون في الارضيه اللي اغير من خلالها.